النهارده الساعة 6 بتوقيت القاهرة، رحلة ال 13 للنادي الأهلي. أول ماتش في المجموعات بين النادي الأهلي وأبيجان. الماتش هيكون على استاد القاهرة طبعا، وهنقول لك التشكيلة دلوقتي، ولكن أنا عايز بس أقول رسالة للمحنكين الأهلاوية اللي انتقدوني لما أنا طلعت قلت إن أنا ما عنديش ثقة 1% في كهربا الماتش اللي فات، وطلعوا انتقدوني بقى وقعدوا يسفوا عليا. عايز أقول لكم يا جدعان إن أنتم مش شوية محنكين، وإن الأهلي كبير عليكم، والله العظيم الأهلي كبير عليكم. روحوا شجعوا الزمالك، لأن أنتوا آخركم تشجعوا في الزمالك او تلعبوا في مناخيركم من الاخر يعني. فعايزين نقول يا جدعان كده التشكيله مع بعضينا. اكرم توفيق باك يمين، ده طبيعي قولا واحدا. هيلعب بيحيى عطيه الله باك شمال. محمد الشناوي في حراسه المرمى. عندك ياسر ربيعه ورامي ابراهيم، ورامي ربيعه. ياسر ابراهيم يا جدعان خلاص هو كان جاهز الماتش اللي فات، ولكن هو كان سايبه للماتش بتاع ابيجان ده. ايا كان بقى، هيبدا بياسر ابراهيم، هيبدا بخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح بقاله ماتشين كويس مش وحش يعني، فبدا بيه ماشي، بس انا الاحسن ان هو يبدا بياسر ابراهيم يعني. نص الملعب بقى طبعا مش هيبقى فيه شويه لعب كتير يعني، مش هيبقى فيه لعب كتير الصراحه، ولكن نص الملعب هيكون كوكا، مروان عطيه، والكابتن امام عاشور. عندك بقى على خط الهجوم، على خط الهجوم بقى دلوقتي انت عندك وسام ابو علي لما اتصاب انت غرقت، عشان مجلس الاداره بتاعنا يفرح ان هو ما بيجيبش صفقات وما بيجيبش بدايل للعيبه اللي احنا قلنا عليها. فانت محافظ على القوام الاساسي اصلا، ولكن لو اتصاب اي حد من القوام الاساسي انت بتغرق. فهيبقى طاهر. انا شايف ان طاهر احسن واحد او احسن حد يلعب في المكان ده في الوقت الحالي، اللي هو يسد خانه وسام عقبال ما بيرجع يعني، وخصوصا ان طاهر مستواه كويس الفتره دي. آه، جناح يمين اتمنى ان هو يلعب بحسين الشحات، وجناح شمال اتمنى ان هو يلعب برضه سليم. والشوط التاني بقى يغير، انت فاهمني، ولكن مش عايز عجن بقى كولر. مش عايزك بقى تبدا ببيرسي وتبدا بالشحان شحن. انا اتمنى ان رضا سليم يبدا شمال بقى، يبدا ماتش كده من الاول. فعايزك بقى يا جدعان تطلع لي روح جدي كولر اللي جواك كده، وتقول لي رايك في التشكيله، واكتب لي التوقعات، وقول لي النتيجه هتبقى كام.